فيما يخص الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاحنة نوع شاك بيضاء اللون يقوم سائقها بمناورات خطيرة معرضا حياة المواطنين للخطر. تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس من توقيف الشاحنة والسائق ومالكها. تعود حيثيات القضية إلى عدم امتثال سائق شاحنة نوع شاك بيضاء اللون للإشارة النظامية للتوقف على مستوى السد الثابت للدرك الوطني على الطريق الولائي رقم 222 الرابط بين بلديتي بودواو البحري وبودواو، ليقوم بالفرار باتجاه مدينة بودواو. على إثرها تم التنسيق مع أفراد دورية تابعة لفرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بخروبة من أجل توقيف الشاحنة، أين لفت انتباههم الشاحنة السالفة الذكر. وبعد محاولة توقيفها قام سائقها برفع المقطورة التي كانت معبأة بالأتربة وتفريقها وسط الطريق من أجل الإفلات من أفراد الدورية والدخول إلى بلدية بودواو، أين صدم السيارة معرضا حياة المواطنين للخطر. على إثر ذلك تم فتح تحقيق من طرف وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببودواو بتكثيف الأبحاث وتنشيط عنصر الاستعلام، أين تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببودواو البحري من توقيف الشاحنة وسائقها، بالإضافة إلى مالكها. سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.